اللي تكلمنا عليه اللي وفاق سطيف راح يدخل 4-2-3-1 راح الذي سيعتمد على اللامركزيه. فريدك وحبيت تخبوا معايا مش مشكله. لا في هذه النسخه 61 من البطوله الجزائريه ككل بمختلف تسمياتها وصيغها ونسخها. البطوله التي يملك الوفاق منها 8 ألقاب، البطوله التي تحوز شبيبه القبائل على اكبر عدد من التتويجات ب14 لقبا. طبعا التي يحمل لقب نسختها الاخيره فريق مولوديه الجزائر ب10 ألقاب، طبعا هو اللقب العاشر للفريق. البطولة التي سيطر شباب الوزداد قبل ذلك على مواسمها الأربعة الأخيرة وحقق إنجازا غير مسبوق. بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليز تعود هذا الموسم، التي طبعا أخذت صفة الاحتراف موسم 2010-2011. شعارات الوفاق، أنصار الوفاق، الكحلة والبيضاء، نسور الهضاب، تسمية مختلفة ومسمى واحد هو هذا الفريق الذي يملك ألقابا محلية. وقت الفريق عبد الحميد صالحي طبعا أسطورة اللاعب النظيف، لم يتلقى ولا بطاقة صفراء مع طبعا محبوب جماهير الوفاق عبد المؤمن جابو وأسرة الوفاق كبيرا وصغيرا. الحاضرة هنا بملعب 8 ماي 45 بسطيف. أنس عزرين هو الحكم الذي سيقود صافرة فريق الضيف مولودية البيض الذي يدخل بالوافد الجديد عبد القادر صالحي في الحراسة، سيلة عبد الحق بركات عبد الإله يسارا، وبن شوشة محمد سعيد في رأس الحربة. بالنسبة للوفاق الرياضي الصطائفي بوسدر طارق في حراسة المرمى، المستقدم من نجم بن عكنون في الدفاع، كل من شعيبي ودوار ورقيقي يمينا وفرحاني العائد الى الفريق يسارا، اولادابو اوغوستين القادم من تيبي مازومبي في الاسترجاع والارتكاز، الى جانبه بن خليفه طاهر، امامهما القائد العائد بالوفاق الرياضي الصطائفي في وسط الميدان، ومحاولة امام الارضيه الزلجه والامطار التي تتهاطل. هنا المحاولة الاولى من مولاي عبد العزيز التسديده، ولكن قبل التنفيذ والحكم كذلك يضبط الامور، يعطي صفرة التنفيذ، تلعب الكرة في القائم الاول والدفاع. صيلة التسديدة ممتازة، التسديد دائما التبادل بين اكرم جحنيط، تعود الكرة شامة من هناك، محاولة الانطلاق المطالبة بركلة جزاء، ولكن حكم التبادل الجميل في الكرة الأخيرة. حكمان مختصان معتمدان من قبل الكاف ومن قبل الفيفا. نحن بامرأة طبعا اختير كافضل الحكم، وسيقدر ويدبر ثم يقرر حكم المباراة داخل غرفة الفار. القرار سيكون أول قرار بتقنية الفار، ركلة جزاء للوفاق. الفايز في كامل الحضور الذهني يحاول منح الأفضلية والأسبقية للوفاق الصطائفي. أكرم جحنيط والهدف الأول، أول أهداف المباراة هنا بملعب 8 ماي 45 لمصلحة الوفاق الرياضي الصطائفي في حدود الدقيقة 10 من زمن المباراة بواسطة القائد العائد أكرم جحنيط. 1-0 للوفاق الرياضي الصطائفي أمام مولودية البيض، 1-0 لنسور الهضاب أمام فرسان الهضاب وجماهير الكحلة والبيضة. من هناك تستعيد نشوة الفرحة ونشوة الأهداف وتستعيد زخم المباريات هنا بملعب 8 ماي 45. القائد العائد أكرم جحنيط يدشن عودته بهدف أول ويسجل أولى أهداف الموسم الكروي الجديد 2024-2025. في سقف المرمى لم يترك أي فرصة للحارس عبد القادر صالحي، الحارس السابق لنجم مقرة والكثير من اتحاد الجزائر. كرسي من الترجي السعودي، تلعب الكرة، تسديدة جميلة، حالة دفاعية. شاهدنا التوزيعة الأخيرة الجميلة والخروج للحارس الذي لم يكن موفقا امام طول قامة طبعا للتسديد من الجهتين. تلعب قصيرة موزعة في القائمة الثاني، والحارس المساندة من جديد. أسامة معها فهو فرحاني يوصلها له، نعم توصل الكرة لهو فرحاني، من هناك انطلق هو فرحاني في العمق، جميلة جدا لأكرم جحنيط. ماذا ضيع هنا؟ يقدر ويدبر قبل أن يقرر وينفذ في المكان المناسب أكرم جحنيط، ولكن لم يبت المخالفة. أنس عزرين يضبط الأمور، يعطي إشارة التنفيذ. تلعب الصطائفية
بوشامة من هناك التوزيع في القائم البعيد. اوبا بابا بابا المتابعة والهدف الثاني. والهدف الثاني للوفاق. رفض الهدف في غرفة الفار. هنا الإعادة وهنا التقنيات المستعملة. الهدف يرفض والتسلل يثبت. موسم 2017 وقبل الجميع جمعية أولمبيشلف موسم 2010-2011 في أول بطولة احترافية وانطلاقة لمولودية البيض في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. الكرة ولكن الدفاع تعطى إشارة تنفيذ الركنية. المؤذن عبد الله في القائمة الثانية طويلة. هذه الكرة رأسية أولى والحارس الحنا متفوقا بالأداء والنتيجة في شوط المباراة الأول. أكثر سرعة أكثر دقة وأكثر انسجام وأفضل انتشار. هنا كرة أخرى بوشام انطلق. التمريرة خاطئة تسديده ترجع الكرة وتبقى الفرصة للوفاق. ركلة جزاء من دون تردد هذه المرة. ركلة جزاء ثانية في المباراة للوفاق هذه المرة. أنس عزرات وشاهد طاهر بن خليفة رجعت له للمرة الثانية. حاول الترويض وتهيئة الكرة والتدخل من الهدف الثاني في المباراة وفي الموسم الكروي الجديد. علي حاجي يتقدم. صالحي يتميز ويتألق ويفوت. ترجع الكرة دائما أخذ ورد في منطقة مولودية البيض. التغطية الاستحواذ على الكرة ثم تفتك من جديد. انطلق من بوشامة. انطلق أكرم جحنيط. الله لا 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 لا. أكرم جحنيط هو الذي انطلق ولكنه والتسديد. تلعب الكرة لمصلحة مولودية البيض مباشرة ولكن فوق طبعا فريق مولودية البيض 13 لاعب. قبل ذلك نتوقف لمشاهدة هذه الصور الجميلة. بن عبدة لوحة فنية جميلة جدا. عهد جديد مرحلة جديدة ومبادئ ثابتة. الذي دشنت البطولة بتكريمه في رمزية كبيرة لتكريس الروح الرياضية ولتكريس المعاني الحقيقية والجوهرية لكرة القدم وللرياضة بصفة عامة. عندما نقول عبد الحميد صالحي لاعب في مشواره الكرمالي أفضل من مر. صور جميلة يصنعها أنصار وفاق سطيف بمدرجات ملعب 8 ماي 45 في أول مباراة وفي أول لقاء لهم مع فريقهم جيدو. لم يلمس الكرة كثيرا جيدو عبد السلام. شعب إدريس البحث عن الرفيق المتحرر. عويسي من هناك انطلاق بالكرة. جيدو عبد السلام. جيدو التوزيعة موجودة من جيدو من هناك ولكن الدفاع بواسطة خميسية أنيس قائد الفريق. تبقى الخطورة ومحاولة التسديد مرة ثانية. كاد أن يعيد الترويض بالصدر ثم التسديد. عادت الكرة لمن حقق به الألقاب والبطولات والكؤوس. من خميسية بين لاعبين اثنين. يفضل المرور يفضل التوزيع الكرة. لم يكن نتائج كبيرة ببلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. نهاية المباراة مشاهدينا الأفاضل المتابعين الكرام عبر القناة السادسة للتلفزيون الجزائري في أجواء احتفالية كبيرة هنا بمدرجات ملعب 8 ماي 45. الحكم أنس عزرين يعطي صافرة النهاية بتفوق الوفاق بواسطة أكرم جحنيط في الدقيقة 10 من ركلة جزاء. عاد قبل. نتحدث عن مرحلة ثانية للوفاق السطيفي الذي نوعا ما تحدثنا أنه لن يغامر بمحاولة الحفاظ على النتيجة لكن هو ما حدث في المرحلة الثانية ولم يتمكن من مضاعفة النتيجة. أن مولودية بيض كان التحضير تاعها ما كانش ربما 100%. كان انطلاقة كانت. هل كان بادي أمين؟ أنا بالنسبة لي ما كانش بادي وعرف كيفاش يسجل ضربة جزاء لكن في الشوط الثاني كان العكس. اعتمد على المرتدات. كانت تغييرات من جانب بن دريس اللي شفنا خرج حاجي وبوشامة وقام بتغييرات هجومية لكن على نفسه أيضا بالنسبة لوفاق سطيف تغييرات ربما لم تأتي بالشيء الذي كان يبحث عنه رضا بن دريس. هي طارق نمع دخول عماد أبو بكر في الدفاع. محور الدفاع خلى ربما تلك القوة
ما خلاش وسط الميدان الارتكاز يخرج ربما للضغط او الاستغلال، حتى عوده جحنيط اللي شفنا في الدقائق الاخيره وين اعتمد الفريق على 2 ارتكاز بعوده جحنيط بعد خروج تحول الى وسط ميدان ربما دفاعي اكثر. نعم لهذا ببقاء جحنيت فقط في التنشيط. نعم هذا ربما اللي خلانا ربما الشيخ راح يلتحق بنا الشيخ بن دريس. عن المرحلة الثانية الآن نتحدث عليك مع مدرب الفريق. هي أول مباراة في الموسم، أول مباراة لك كمدرب رئيس